السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة إعدادي، النهارده مع بعض إن شاء الله في فيديو جديد مع بعض هنحل مع بعض محافظات جبر إن شاء الله. هنحل أول محافظة هي محافظة القاهرة. طبعا احنا هنشرح لك بالراحة واحدة واحدة، المفروض أنت راجل حلل وتأكد من حلك صح ولا غلط، بحيث لو في حاجة مش فاهمها بتظبطها معايا. بيقول لي ألف تنتمي لح فرق صفر، ونون عدد صحيح موجب، فإن ألف أس نون فألف أس سالب نون. أنت عارف إن إذا اتحدت الأسات فإنه عند الضرب نجمع الأسس، صح؟ فأنا هضرب ألف أس نون في ألف أس سالب نون، هقول له عند الضرب نجمع الأسس، يعني نون زائد سالب نون، ماشي؟ يعني نون ناقص نون بصفر، وأي حاجة أس صفر بقد إيه؟ بواحد. فالجواب بالنسبة لي طلع واحد، يبقى أي حاجة أس صفر بواحد، فالجواب طلع معايا بواحد، الإجابة رقم إيه؟ رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لنا إذا كان مستقيمان ممثلين معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين منطبقين. طالما مستقيمين مطبقين يا حبيب قلبي، ده مستقيم أهو وده مستقيم أهو منطبق عليه. طالما مستقيمان منطبقان أو متطابقان بيكون لهما عدد لا نهائي من الحلول. يبقى المستقيمان يا إما يكونوا متوازيين بيكون مفيش حلول، عدد الحلول صفر، يا اما يكون متقاطعين عدد الحلول واحد بيتقطع في نقطه واحده، يا اما يكون منطبقين عدد الحلول لا نهائي، فبالتالي الجواب بتاعنا هيكون يوجد عدد لا نهائي من الحلول. ماشي يا عم؟ قال لك ماشي يا عم بدون زعل ان شاء الله. اهو اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان الف وب حدثين من فضاء عينة تجربة عشوائية، وكان فإن حدث وقوع الحدث أو حدث وقوع ألف وب معا. احنا كنا مترجمين كلمة ألف وب معا دي أثناء الشرح، كلمة معا تعني تقاطع، كلمة أو تعني اتحاد، كلمة على الأقل تعني اتحاد، كلمة ألف دون ب يعني ألف فرق ب، ألف فقط ألف فرق ب. اكتب ورايا الكلام ده. يبقى لما اجي اقول لك وقوع ألف وب معا معناها تقاطع، لما اجي اقول لك وقوع ألف أو ب معناها اتحاد، وقوع أي من الحدثين معناها اتحاد، وقوع أحدهما على الأقل معناها اتحاد. لما اقول لك وقوع أحدهما فقط، ألف فقط يعني ألف فرق ب، ألف دون ب ألف فرق ب. فبالتالي لما اجي اقول لك ألف وب معا هتقول لي يا مستر تعني تقاطع، يعني الإجابة بتاعتنا هتكون رقم ألف. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت 2 وكاف أو الكاف ده عدد بينتمي من 2 ل7، يعني يقع ما بين ال2 وال7. خد بالك ال2 مش معانا وال7 مش معانا، ليه؟ عشان ال2 مفتوحة وال7 مفتوحة. جميل، أنا عاوز بقى العدد بينتمي في فترة من 2 لكام؟ ل7. هل 2 دي معانا؟ لا. طب هل ال7 معانا؟ لا. طب هل ال9 معانا؟ لا، ده 9 معديه ال7. يبقى مفيش غير ايه؟ مفيش غير ان انا اخد الرقم اللي هو كام؟ الرقم اللي هو 3. فعلا 3 بينحصر من 2 ل7. بيقول لي هات لي ابسط صوره للعدد ده من غير هري كتير. حط س باي رقم ما عدا 3 طبعا. احط 5 مستر؟ ماشي يا عم، 3 ناقص 5 على 5 ناقص 3، 3 ناقص 5 سالب 2، 5 ناقص 3 2، يطلع الناتج قد ايه؟ سالب 1 بدون ما تلغي كتير. ده الحل بتاعها السريع. في حل اسهل من كده؟ لا، هو ده اسهل حل. طب هو اصلا بيتحل ازاي؟ اصلا ان انا باخد سالب عنهم مشترك، ولما اخد سالب عنهم مشترك هيبقى جوه سالب 3 زائد س على س ناقص 3. طب ما دي موجب س ودي موجب س، دي سالب 3 دي سالب 3، فهطير فيبقى سالب 1. ده اصل السؤال، ولكن اللي انا عملته حط س برقم، خلص الكلام، هتلاقي الموضوع جه معاك بسيط. رقم 6 بيتكلم عن مجموعه اصفار الداله. اصفار الداله هم 3 حاجات. ايه هم يا مستر؟ بص يا عم، صلي على رسول الله، قلت له عليه الصلاه والسلام. انا هفتح لك كده صفحه وهفكرك بحاجه اسمها اصفار الداله يا عم. ركز بقى كده بالراحه، بسم الله. اهو بص، اصفار الداله ايه هي يا عم؟ قال لك اصفار الداله لا اما تكون داله س بتساوي رقم، يا اما تكون داله س بتساوي صفر، يا اما تكون داله س بتساوي داله، يا اما تكون داله س بتساوي بسط ومقام. لو داله س بتساوي رقم اصفار الداله فاي، لو داله س بتساوي صفر اصفار الداله ح. اصفار الداله الرمز بتاعها اسمه ص د، اصفار الداله هنا الرمز بتاعها اسمه ايه؟ ح. اصفار الداله هنا هساوي الداله بالصفر، س ناقص 5 بصفر، س بتساوي 5، تبقى اصفار الداله هي عباره عن 5. طب انا عايز اجيب اصفار الداله لو بسط ومقام. قال لك في الحاله دي بتجيب البسط لوحده والمقام لوحده، بتطرح او تحل المعادله دي تبقى س ب5 بعكس اشاره، بتودي ال3 بعكس الاشاره، اللي هنا
مش هنا، اللي هنا كام؟ 5. الارقام اللي هنا 5 مش موجوده هنا 3، فبالتالي اصفار الداله 5. نرجع للسؤال بتاعنا احنا. ماشي، السؤال بتاعنا كان بيقول لك ايه؟ عدد اصفار الداله بسط ومقام. قلت له اه. قال لي خلاص تعال نساوي البسط بصفر. حاضر. س ناقص 4 بصفر، س بتساوي 4، س زائد 1 بصفر، س بتساوي سالب 1. انا عاوز بقى س بتساوي كام؟ سالب 1. ماشي ماشي، سالب 1. ارجع بقى يا معلم، انا عاوز مين؟ اصفار البسط مش اصفار المقام. ايه اللي في البسط مش في المقام؟ والله اللي في البسط الاربعه دي، الاربعه دي موجوده في البسط مش موجوده في المقام. فالجواب بالنسبه لي كام؟ 4 بس. فالجواب هيساوي 4 بس. الاجابه رقم ايه؟ الاجابه رقم ج. نيجي بقى السؤال تاني. 2 و3 يحقق المعادله. طيب احنا خدنا نفس من الاول، لما تكون مديك زوج مرتب ده اسمه س وده اسمه ايه؟ ص. شيل كل س حط مكانها 2، كل ص حط مكانها 3. يبقى انا اقول له ك في 2 ناقص ص بتساوي 7. يبقى 2 ك ناقص ص ب7. اسف. طب ما هي الصاد حضرتك بكام؟ قال لك الصاد يا صديقي العزيز لو انت جيت بص كده، الصاد المفروض ان انت هتعوض عنها ب3. ناقص 3 بتساوي 7. ماشي. وبعدين هودي ال3 بعكس الاشاره، تبقى 2 ك بتساوي 7 زائد 3. يبقى 2 ك بتساوي 10. اقسم على الكام؟ على الاثنين، تبقى ك ب5. يبقى انا عوضت عن كل س ب2 وكل ص ب3. يبقى ك في 2 ب2 ك ناقص 3 بتساوي 7. اودي ال3 بعكس الاشاره، يبقى 2 ك بتساوي 7 زائد 3 10. اقسم على الاثنين على الاثنين، تبقى ك كام؟ ك 5. يبقى قيمه ك طلعت كام؟ طلعت 5. الاجابه رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي هات مجال الداله دي. مجال الداله لو داله مش بسط ومقام ح، مجالها ح يا مستر. ماشي ماشي. يا مجال الداله طلع ايه؟ ح. ليه يا عم؟ قال لك لانها داله مش مكونه من بسط ومقام، او ممكن تكون مكونه من بسط ومقام بس المقام ما فيهوش س. طيب بيقول لك ن أس سالب 1 كانت بكام؟ ايه ن أس سالب 1 ده؟ اللي هو المعكوس الضربي كان بس. طب ما ده معناه ان اصلا النون س اساسا قبل ما نشقلبها كانت 1 على السين. لما احنا شقلبناها بقى اسمها س، فاصلها لما كانت قبل ما نشقلبها كانت 1 على السين. طيب هو عاوز نون 2، يعني نون 2 اعوض على السين ب2. طب اعوض على السين ب2 في الداله دي ولا الداله دي؟ بص دي معناها هنعوض في الداله الاصليه. طب ده المعكوس اللي هو الصوره بتاعتنا اللي احنا شقلبناها، فانا اعوض في الداله الاصليه عن كل س ب2. فدي الداله الاصليه، شيل السين حط مكانها 2. فالجواب هيطلع كام؟ قال لك الجواب هيطلع نص. الاجابه رقم ج يا صديقي العزيز. نبدا بقى نخش على المسائل المقاليه. بيقول لي اوجد مجموعه حل المعادلتين جبريا. طبعا دي معادله من الدرجه الاولى، دي معادله من الدرجه الاولى كنا بنحلهم بطريقه الحذف. بمسك المعادله الاولانيه 2 س ناقص ص بتساوي 3، والمعادله الثانيه س زائد ص بتساوي 9، ونحطهم تحت بعض. بعد ما نحطهم تحت بعض بنبدا نقول بالجمع او بالطرح عشان اقدر اتخلص منين؟ من السينات او الصادات. طيب هجمعهم ولا اطرحهم؟ بص انت معاك موجب ص وسالب ص، طيرهم مع بعض واجمع دول يدوك 3 س بتساوي 3 زائد 9 12. صح؟ قلت له اه. قال لي اقسم على 3. قلت له تمام. فتبقى س بتساوي 4. يبقى قيمه س بكام؟ ب4. هروح معوض في اي معادله عن الس ب4 عشان اقدر اجيب الصاد. فتبقى صاد يبقى 4 زائد ص بتساوي 9. اودي ال4 بعكس اشاره تبقى ص بتساوي 9 ناقص ال4 ص بتساوي 5. ماشي؟ ماشي. يبقى انا عوضت عن س ب4 وابدا احل المعادله واجيب ص تطلع ص ب5. يبقى اصبحت مجموعه الحل قوس مجموعه وزوج مرتب 4 و5. ليه زوج مرتب؟ عشان س وص. ده الحل الجبري. طيب ده كان اول او سؤال رقم 10. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيتكلم عن سؤال رقم 11. بيقول لك عددان، نفرض ان العددان هما س وص. بفرض ان العددين هما س وص. قال لك عددان س وص، الفرق بينهما 2. الفرق بيساوي 2، يعني س ناقص ص بتساوي 2. وحاصل ضربهم 24. حاصل الضرب 24. حاصل الضرب يعني س في ص بتساوي 24.
ماشي، بقت دي معادله من الدرجه الاولى ودي معادله من الدرجه الثانيه. بحلهم ازاي؟ بحلهم بحاجه اسمها طريقه تعويض. بقدر اعوض عن ودي بعكس اشاره. طبعا كنا بنودي مين؟ كنا دايما بنودي اللي معاه سالب او اللي معاه ايه؟ رقم. فتبقى س بتساوي ال 2 زائد ص. واسمي دي معادله رقم كام؟ 1. شيل الس نحط مكانها 2 زائد ص، يبقى اقول له 2 زائد ص في ص بتساوي 24. طبعا دي جوه قوس عشان ما ينفعش اسيب المساله كده. ماشي، وبعدين ببدا افك القوس، هضرب 2 في ص وصاد في صاد، يبقى تاني الفرق بينهم 2 يعني س ناقص صاد ب 2. حاصل ضربهم 24 يعني س في صاد ب 24. خدت المعادله دي ودي معادله، دي اسمها معادله من الدرجه الاولى ودي معادله من الدرجه الايه؟ الثانيه. بودي دي بعكس اشاره، اشمعنى وديت الصاد؟ عشان معاها سالب، بقت س بتساوي 2 زائد صاد. هشيل كل س واكتب مكانها 2 زائد صاد، واوعى تنسى القوس. هبدا اوزع الصاد على الاثنين والصاد على الصاد، يعني ايه؟ الصاد تتضرب في الصاد والصاد تتضرب فين؟ في الاثنين. طيب لما اضرب الصاد في 2 يبقى 2 صاد زائد صاد تربيع ناقص ال 24 بيساوي 0. انت عملت ايه؟ انا صفرت المعادله. بعد ما اصفرها برتبها صاد تربيع زائد 2 صاد ناقص 24 بتساوي 0. هبدا اعمل ايه؟ احلل قوسين. حاضر، تعال نحلل. هنقول له صاد وصاد. اشاره الاخير هنا ايه؟ سالب، يبقى واحده موجب واحده سالب. هندور على العددين ضربهم 24 وطرحهم 2. والله حضرتك كام في كام ب 24؟ في 3 في 8 في 2 في 12 في 4 في 6 في كتير. فلو احنا جينا قلنا 4 في 6 ضربهم 24 ولو طرحناهم ادينا 2، فممكن اكتب هنا 6 وهنا الاربعه. اما صاد بتساوي سالب 6 بعكس الاشاره، واما صاد بتساوي مين؟ 4. حلو حلو. هرجع اعوض واجيب السين، صح؟ ماشي، يبقى س بتساوي 2 زائد سالب 6 تطلع سالب 4. ماشي، وهنا س بتساوي 2 زائد الأربعة تطلع كام؟ 6. يبقى راح قايل له إذا العددين يا إما، هو ما قالش إيه؟ هو قال عددين موجبان؟ أيمن، ما ده قال موجبان، أنا ما خدتش بالي. طالما موجبان هاجي عند دي وأقول دي غلط، هرفضها وارفض دي. ليه؟ عشان هو قال لي موجبان. فيبقى العددين بتوعنا كام وكام؟ قال لك يبقى العددين 6 و4. يبقى العددين 6 و4 فعلا لو ضربناهم في بعض 24 ولو طرحناهم من بعض هيدونا 2. وكنا ممكن نجيب ده من اول نظره، ولكن احنا حلينا المساله بخطوات عشان هو عاوز سؤال مقالي وعاوز تمشي خطوات في السؤال. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اثبت لي ان الكسرين دول متساويين. عشان نثبت ان الكسرين متساويين لازم نمشي تمر بالخطوات الاتيه. معانا كام كسرين؟ بعمل تحليل مجال اختزال الاول، تحليل مجال اختزال الثاني. قول معايا، تحليل مجال اختزال الاول، تحليل مجال اختزال الثاني. لو المجال زي المجال والاختزال زي الاختزال يبقى الكسرين متساويين. اذا اختلف احد، يعني كان المجال مش زي المجال او الاختزال مش زي الاختزال، يبقى الكسرين غير متساويين. قال الداله الاولانيه هي 2 1 س بتساوي، فهنحل س ناقص 3 وس زائد 3 على س زائد 3. وبعدين نجيب مجال واحد. مجال واحد ح فرق سالب 3. نمسك نون 2 س عبارة عن ايه؟ قال لك 2 س ناقص 6 على مين؟ على الاثنين. خد 2 عامل مشترك. قلت له تمام، هيبقى س ناقص 3 على مين؟ على الاثنين. تعال نجيب مجال الثاني. قال لك مجال الثاني هيساوي ح فرق. هو اساسا هنا في ارقام، قصدي في سينات ولا حاجه؟ قال لك لا، يبقى المجال هنا هيساوي ح على طول بس. يبقى ح بس. ليه؟ ما هو ما فيش سين. ماشي، نبدا نختزل الكسر هنا يا اولاد. لما اختزل هطير مين؟ هطير س زائد 3 مع س زائد 3، فتبقى ن س بتساوي كام يا عم؟ قال لك س ناقص 3 على 1. طيب هنا هنطير مين؟ قال لك هتطير الاثنين دي مع الاثنين دي فتبقى س ناقص 3. كده اصبح المجال مش زي المجال بس الاختزال بيساوي الاختزال، يبقى الكسرين متساويين. هقول له بما ان مجال واحد لا يساوي مجال 2، اذا نون واحد لا تساوي نون 2. هقول له بسبب اختلافهما في المجال. ولكن هيساووا بعض امتى؟ هيساووا بعض في المجال المشترك. هقول له ولكن نون واحد بتساوي نون 2 في المجال المشترك. ايه يا عم المجال المشترك ده؟ ح فرق واجيب المجال اللي هنا والمجال اللي هنا. المجال اللي هنا كام؟ سالب 3. طب هنا مفيش، يبقى سالب 3 بس. ده كان سؤال من الاسئله المهمه جدا جدا في كل المحافظات. بيقول لي اوجد نون س في ابسط صوره. مساله ايه دي؟ قال لي مساله جمع. قال لي صديقي هنعمل تحليل خطوات الجمع كانت بتتم ازاي؟ تحليل مجال اختزال توحيد مقامات. انا هبدا احلل، ما فيش تحليل في البسط،
ما في تحليل في المقام. في تحليل في البسط، ما في تحليل في البسط. في تحليل في المقام، في تحليل في المقام. نفتح س وس، إشارة الأخير موجب 2 كالأوسط. كان في كام ب4 ومجموعهم 4، يبقى 2 في 2 ب4 ومجموعنا 4. نبدأ نجيب المجال، قال لك جيب المجال. المجال هيساوي إيه؟ المجال فرق اللي هنا -2 واللي هنا -2 -2. ناخده مرة واحدة، نبدأ نختزل. اللي هيطير يا صديقي هاجي اطير حاجه، مفيش في البسط حاجه هتطير مع المقام. هنا في حاجات هتطير، قال لك س زائد 2 هتطير مع س زائد 2. طيب تعال نطير س زائد 2 مع س زائد 2. فلما نطير س زائد 2 مع س زائد 2 هيتبقى 1 على س زائد 2. كده اصبح المقام زي المقام. ايوه، قال لي نزل مقام 1، قلت له تمام، وابدا اجمع البسط مع البسط يدينا 2، يبقى اصبح الناتج 2 على س زائد 2. ده كده سؤال جمع وطرح الكسور الجبريه. السؤال اللي بعده رقم 14 بيقول لي باستخدام القانون عام. اولا قبل ما احل المعادله لازم اتاكد المعادله متصفره. 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 1 بيساوي 0 متصفره. باجي على جنب اطلع الالف 3 وعامل س تربيع ب -5 ج ب1. طلعنا الالف والب والج. وبعدين يا عم الحاج قال لك طلع حاجه اسمها المميز. المميز اسمه ب تربيع ناقص ال4 أ ج. ب تربيع لما ربع الب تبقى -5 تربيع ناقص ال4 فيه الالف عندك بواحد، في الجيم عندي بواحد، فتبقى 25. طول ما جوه القوس مفيش سالب تنزل سالب، لكن لو جوه القوس واحده سالب تبقى السالب في السالب بموجب 4. اصبح الناتج 21 طرح الارقام دي. هبدا اسمع القانون العام. سمعني القانون العام، هقول له س بتساوي سالب ب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. سالب ب تعني ايه؟ قال لك تعني نغير اشاره الب، يعني نخليها 5 موجب او سالب جذر 21 على 2 في أ اللي هو 1. هكتب ده، يبقى هكتب اما س بتساوي 5 زائد مره بالموجب، واما س 5 ناقص جذر 21 على 2. بآلتنا الجميله مع بعض الآلة بعد إذنكم. هنبدأ نقول له شرط الكسر 5 زائد جذر 21 انزل تحت على 2 يساوي، يطلع معايا اس دي 4 علامة 7 9. يبقى ناتج هنا 4 علامة 7 9. ونفس الكلام بس بالناقص، بدل ما زائد نخليها بالناقص السالب، يعني تطلع اس دي 0 علامة 2 0 8 7. طب هو قال لك مقاربه الناتج لرقم ايه؟ 10 1. بص بقى حكايه مقاربه الناتج لرقم 10 1. كلمه رقم 10 1 تبص بعد العلامه على طول كام؟ 7. اللي قبلها مين؟ قال لي 9. في عندنا ارقام كريمه وارقام بخيله. الارقام الكريمه بتزود، يبقى 4 علامه 8 اللي هم الاربعه قصدي الخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه، دول ارقام كريمه بيزودوا اللي بعده. طيب هنا حضرتك هنبص على الاثنين قبلها 0 ما بتزودش، يبقى العلامه بتاعتنا او الناتج بتاعنا طلع 2 من 10. واجي في الاخر اقول له اذا مجموعه الحل قوس مجموعه فقط مش قوس مجموعه وزوج مرتب 4 و8 من 10 و2 من 10. ده كان السؤال رقم 14. سؤال 15 بيتكلم هنا عن ضرب الكسور الجبريه. خطوات الضرب اول خطوه يا باشا هو تحليل. ماشي، تعال نحلل. بسم الله. ده تحلل قوسين، ركز في الاشارات س وس. حاضر. اشاره الاخير ايه؟ قال لك سالب، تعمل واحده موجب واحده سالب. كام في كام؟ ب6 وطرحهم 1. والله يا مستر 3 في 2 ب6 لو طرحناهم يدونا 1. ليه قلت طرحهم؟ عشان هنا في سالب. وتحت نفتح قوس صغير قوس كبير. قوس صغير بجيب الجذر التكعيبي الاول ناقص الجذر التكعيبي الثاني. قوس الكبير ربع غير اضرب ربع او غشه. طب هو فين اللي هتغشه؟ هو ده اللي هيتغش. هو كان بقى س تربيع زائد 2 س زائد 4، او ممكن نقول ربع س تربيع غير تبقى موجب اضرب يبقى 2 س ربع موجب 4. وده زي ما هو على س زائد 3 ما يتحللش. ماشي، ابدا اجيب المجال. قال لك المجال لو انت هتطلع المجال فرق 2 صح عكس اشاره مفيش سالب 3.
وبعدين قال لك تقدر بفضل الله تختصر. اختصر مين مع مين؟ هطير القوس الكبير مع القوس الكبير، هطير س زائد 3 مع س زائد 3، هطير س ناقص 2 مع س ناقص 2. ماذا يتبقى يا صديقي؟ 1 على 1 في 1 على 1، يبقى الناتج بيساوي كام في الاخر؟ 1 اللي هو بسط في بسط ومقام في مقام. ماشي، ده كان سؤال 15. يبقى لنا اخر سؤال اخر سؤال خالص في محافظة القاهرة اللي هو سؤال رقم 16. اخر سؤال خالص هو احتمالات. اوجد، او اذا كان الف وب حدثين من تجربه عشوائيه وكان لم الف بنص ولم ب ب2 على 3 ولم التقاطع، كده معاك ايه؟ قلت له معايا الف وب والتقاطع. ايه اللي ناقصك؟ على طول جيب اتحاد. تعال نجيب اتحاد. قلت له حاضر. قال لي الاتحاد بيساوي، سمع لي القانون، لام الاول زائد لام الثاني ناقص لام التقاطع. تمام. حضرتك لام الف بكام؟ قلت له لام الف بنص. طب لام ب بكام؟ قلت له 2 على 3. طب لام التقاطع بكام؟ بتلت. طب تعال نجمع دول ونطرحهم من تلت. قال لك ماشي. حضرتك هكتب هنا نص زائد 2 على 3 ناقص تلت تساوي 5 على 6. يبقى الجواب 5 على 6. هو كان عاوز ايه؟ كان عاوز حاجه اسمها تقاطع بكل شرطه. طب خليني دلوقتي عاوز مين؟ الاتحاد. طب ايه التقاطع بكل شرطه ده؟ قال لك صديقي اي حاجه بشرطه. انا قلت لك اي حاجه بشرطه بتساوي 1 ناقص من غير شرطه. اي حاجه بشرطه 1 ناقص من غير شرطه، يعني 1 ناقص التقاطع، يعني 1 ناقص تلت. بالآلة 1 ناقص تلت يطلع الناتج كام؟ 2 على 3. والاتحاد طلع معايا كام؟ 5 على 6. وبكده نكون خلصنا أول محافظة، ونلقاكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.